ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده ده كان المفروض ان انا اعمله من سنه، بس انا اتاخرت لان السنه اللي فاتت حصلت لي حاجات كتير جدا جدا جدا. مش احسن حاجه، وفي منكم كتير كتير قوي ما كانش فاهم ايه اللي حصل. انا سقطت ثانويه عامه، كان معايا مواد، دخلت كليه، ما دخلتش كليه، وجالي رسائل كتير بقى كتير: ياسمين انت عدتي ثانويه عامه؟ لاني كنت بنزل ساعتها فيديوهات للثانويه عامه وفيديوهات للمذاكره والكيمياء والاحياء والجيولوجيا، لما قعدت انزل لكم فيديوهات كتير. فجالي ناس كتير قوي كانوا فاكرين ان انا عدت ثانويه عامه تاني، او كان معايا مواد فهي اللي خلتني ان انا اعيد ثانويه عامه. فيا جماعه لا، انا ما عدتش ثانويه عامه ولا كان معايا مواد ولا اي حاجه. كل ما هو في الموضوع ان انا اجلت السنه. ليه بقى اجلت؟ هحكي لكم كل حاجه بالتفصيل ومن الاول عشان تبقوا فاهمين. هقول لكم انا دلوقتي في كليه ايه وليه استقريت على الكليه دي وما حولتش تاني. هقول لكم كل حاجه. عامه، اول حاجه انتوا عارفين ان انا لما نجحت في ثانويه عامه جات لي كليه انا ما كنتش حباها، فقعدت احاول ان انا اسعى ان انا احول من الكليه دي لكليه زراعه. فساعتها قالوا لي ما ينفعش ولازم تعدي سنه عليكي علشان تحول. فالمهم ان انا جيت السنه دي نزلت الكليه مره او مرتين، وبعد كده حسيت ان هو لا يا جماعه انا مش عارفه ان انا اتعايش مع الموضوع وانزل الكليه. ساعتها قلت لاهلي يا جماعه انا مش عارفه ان انا اخش الكليه دي ومش عارفه اذاكر ومش عارفه اعمل، فانا لو دخلتها ما اضمنش ان انا هنجح. يعني انا مش هديكوا مذاكره وكده لان حاجه انا مش حباها، مش عارفه اتاقلم فيها. ف فالمهم قعدت اتكلم معاهم وبعدين قلت لهم انا هاجل السنه وهاجي السنه الجايه، السنه دي بقى هحاول. فاجلت السنه فعلا، وساعتها نزلت شغل في الشارع، يعني في الاماكن اللي حواليا نزلت شغل. لاني لو كنت قعدت في البيت كانت نفسيتي هتبقى وحشه، خصوصا ان انا ما كنتش عارفه اطلع اتكلم على اليوتيوب ولا اقول لكم ايه اللي حصل، لان كميه كومنتات كانت جايالي: انتي عيتي ثانويه عامه، انتي مش عارفه ايه. ما كانش فيا طاقه ان انا اقعد اشرح وابرر ويا جماعه لا انا ما عدتش، يا جماعه لا انا ما معيش مواد، يا جماعه لا مش عارفه ايه. ما كانش عندي طاقه اصلا. المهم قعدت السنه بحلوها بمرها، نزلت شغل. عايزه اقول لكم ان السنه دي ما كانتش وحشه. يعني انا لما نزلت الشغل اكتسبت حاجات كتير قوي انا ما كنتش اعرفها. انا شغاله في مجال التصوير والطباعه وكده، فاكتشفت او اكتسبت خبره كبيره جدا في مجال التصوير، في مجال الطباعه، في الورق، في المكن. عرفت حاجات ياما الحمد لله. فكل ده فرق معايا، اداني خبره. اي نعم الخبره دي مش هستفاد بيها دلوقتي بس هستفاد بيها بعدين. يعني يا جماعه عايزه اقول لكم اي مكان احنا بنشتغل فيه او اي حاجه احنا بنشتغلها بنكتسب فيها خبره. انا نفسي على مجال اليوتيوب اكتسبت اكتسبت خبره من حاجات ياما. فكل دي حاجات بتفيدك. ضاعت سنه من عمري، سنه ما حققتش فيها هدف دراسي، بس السنه دي اتعوضت بحاجه تانية ان انا اكتسبت خبره في حاجات تانية. المهم جيت السنه دي اول لما خلصت رحت علشان احول، فخدت الورق ورحت حطيته في الكليه، ويا جماعه انا عايزه احول، استني اسبوع وهنرد عليكي. المهم التحويل اترفض، التحويل اترفض. فجيت بعد كده يا جماعه ايه الحل؟ يا جماعه طب ليه؟ فما نفعش. فمن هنا لهنا، من هنا لهنا بدات ان انا اشوف حل تاني، ان انا لازم اخش كليه، مش هقعد اضيع سنين من عمري. فجيت رجعت تاني. قالوا لي ان احنا، يعني انا قدمت الورق في كليه زراعه، فكليه زراعه حولتني على كليه خدمه اجتماعيه. فخلاص فدلوقتي انا في كليه خدمه اجتماعيه. وده اللي انا استقريت عليه. وبرده لما قريت عنها اكتشفت ان هي برده مش وحشه زي ما انا كنت فاكره. هي كليه كويسه، طلعت منها كذا حاجه وحاجات كتير كويسه. تطلعي دكتوره، دكتوره تخاطب، اخصائيه نفسيه، تطلعي حاجات كتير. وكل ده بقى بتعمليه بالدبلومات اللي انت بتاخديها بالكورسات. كل ده هكلمكم عليه الفتره الجايه لان انا قريت كتير وقررت ان انا هعمل حاجات كتير. ففي الفيديوهات الجايه هعمل لكم انا هقدم، بس ده مش النهارده. انا هروح يوم الاربع هقدم الورق بتاعي في الجامعه لان انا جامعتي بعيد، انا جامعتي مش في القاهره. ف... فهروح هقدم السنه دي هناك وبعد كده هرجع تاني القاهره السنه الجايه ان شاء الله. فده كل اللي حصل وده كل اللي انا عايزه اقوله لكم وبس كده. يعني انا دلوقتي بقيت مقيده في كليه خدمه اجتماعيه. ف... فعادي الحمد لله، وعسى ان تكونوا شيئا هو خير لكم ومحدش عارف الخير فين. ممكن نصيبي ان انا ابقى في خدمه اجتماعيه، فخلاص انا استقريت على ده وبس كده. يعني انا مش متضايقه ومش زعلانه. اي نعم ده اللي انا ما كنتش مش ده اللي انا كنت عايزاه ومش ده اللي انا كنت بسعى له، بس يعني هو نصيب ومقدر ومكتوب، فبس كده.
ده كل حاجه عن الكليه. اي حاجه بقى عايزين تعرفوها تاني اكتبوا لي في الكومنتات وهبقى ارد عليكم الفيديو الجاي. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكون وضحت لكم اغلب الحاجات اللي كانت معاكم. وبس كده، توحشوني جدا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.